اهلا بيكم. خلينا في البدايه قبل ما نطرح عليكم افكارنا اللي احنا محتاجينها النهارده من تطوير لادائنا على الارض وكيفيه اسقاط الانقلاب العسكري، خلينا نقول ان احنا محتاجين بعض الهدوء ونراجع شويه بعض الاحداث والتفاصيل اللي فاتت عشان نشوف هو الانقلاب العسكري ليه حريص قوي كده انه يدفعنا لبعض الافعال الغريبه العجيبه اللي احنا نفسنا مش مصدقين ان هو حريص قوي انه يورطنا فيها. خلينا في البدايه نقول ان الانقلاب العسكري بعد ما فقد الشرعيه بتاعته ومبقاش ليه اي شرعيه يقدر يتعامل بيها مع اي دوله من دول العالم، لان 5 دول بس على مستوى العالم هم اللي اعترفوا بشرعيه الانقلاب العسكري. الاغرب من كده انه حتى لما طلب الوساطه الدوليه وجم الوسطاء الدوليين وجد الانقلاب العسكري نفسه مجرد سكرتاريه بيرتب مواعيد لقائهم مع السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي. وفشلت الوساطه الدوليه لما جه جون ماكين وقال ان اللي حصل في مصر ده انقلاب عسكري وانا ما اقدرش اسميه اي حاجه ثانيه. بعد كده على طول كان لازم يحصل انقطاع للدعم الغربي، وبدأ الانقلاب العسكري يجد نفسه محاصر من كل الدول المحيطة به. كان طبيعي ان تكون اخر ورقة يستخدمها الانقلاب العسكري هي العنف والقوة. ولكن السؤال النهاردة، ليه الانقلاب العسكري استخدم العنف والقوة بالشيء المفرط ده؟ ايه الافراط في استخدام القوة والعنف ده؟ ايه الاجرام الغير مسؤول اللي بيستخدمه الانقلاب العسكري؟ هو ده السؤال اللي هنرد عليكم فيه بعد الفصل. أنا رئيس مصر بقول لكل المصريين اوعوا لا عنف بينكم وبين بعض، ولا عنف أمام القوات المسلحة أبدا، ولا عنف قدام الداخلية، ولا قدام رجال الشرطة. أول حاجة الانقلاب العسكري كان حريص إنه يحققها من الاستخدام المفرط للعنف بمنتهى القسوة والإجرام، وهي إحداث صدمة نفسية. صدمة نفسية عند كل معارضي الانقلاب العسكري. كنا أول مرة نشوف الجثث المفحمة اللي بعد ما ماتوا حرقوها، كنا أول مرة نشوف آثار التعذيب والإجرام والقسوة اللي إحنا النهاردة بنشوفها. كل ده الهدف منه إنك تكفر بالسلمية وتقول السلمية مش حل أبدا، إحنا عمرنا ما هنقدر نواجه العنف اللي بيمارس ضدنا النهاردة إلا لو شلنا السلاح وواجهنا العنف بالعنف. وهو ده مكمن الخطورة. ومكمن الخطورة هنا في العنف 3 حاجات. الحاجة الأولى إنك لازم تعرف إنك بتواجه دولة، بمعنى إنك لو فكرت إنك تستخدم السلاح وتضرب رصاص هو هيضرب عليك بRPG، لو أنت ضربت بRPGات هو هيضربك بالطيارات. استحالة تقدر تقف قدام عنف دولة. الحاجة الثانية إنك لو فكرت إنك تستخدم العنف أنت خسرت التعاطف، سواء كان تعاطف شعبي من الشعب النهاردة اللي بيأيدك أو سواء كان تعاطف دولي من الدول اللي بتتحرك النهاردة عشانك. الحاجة الثالثة ودي خطيرة قوي ومهمة، أنا عندي إن أنا آجي قدام ربنا سبحانه وتعالى وأنا مقتول، ولا إني آجي قدام ربنا سبحانه وتعالى وأنا في إيديا دم أو أنا قاتل. حتى لو كان اللي أنا هقتله ده هو ظالم ومفتري ومتكبر، سيبه لربنا سبحانه وتعالى وما تفكرش غير في حاجة واحدة، هي إن السلمية فرض علينا. المهم إن إحنا ندرك كلنا أن العنف وإراقة الدماء هذا فخ إذا وقعنا فيه ليس له نهاية، يسعد أعدائنا زي ما بيقولوا، يبقى يا فرحة عدونا فينا. لا، نصبر ولا نصبرن على ما آذيتمونا، يبقى شعارنا كده، نصبر على بعضنا البعض. الحاجة الثانية اللي بيحاول دايما الانقلاب العسكري انه يحققها من العنف المفرط والقسوة المبالغ فيها هي كسر الروح المعنوية. كسر الروح المعنوية عند كل معارضي الانقلاب العسكري. علشان كده بتلاقي النهارده الانقلاب العسكري بيسيب مسجد الفتح محاصر 12-13 ساعة وفي بث مباشر، كلنا قاعدين قدام التلفزيون ودمك محروق ومش مصدق ازاي مسجد يبقى محاصر فيه اكتر من 500 واحد بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وهو ده بالظبط اللي حريص عليه الانقلاب العسكري، كسر الروح المعنوية واقناعك ان الانقلاب بقى امر واقع وان انتوا خلاص ما تقدروش تعملوا اي حاجة. علشان كده مهم جدا انك تبقى فاهم النهارده ان كل شيء بيتحرك على اراده الله سبحانه وتعالى، وان ربنا وحده هو اللي قادر انه يغير كل شيء في ثانيه وفي اقل مما تتخيل، وان ربنا وحده هو اللي قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وان ربنا وحده هو اللي قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. طب يا ربي اخرة اللي احنا فيه ده او اللي بيحصل دوت ليه؟ ليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. وهو ده اللي بيحصل بالظبط. قد ايه لازم مهم تبقى حريص على روحك المعنويه وعلى الروح المعنويه لكل اللي حواليك.
الحاجه الثالثه اللي حاول قاده الانقلاب العسكري ان هم يحققوها من الاستخدام المفرط للعنف والقوه وهي الخوف. عايزين يرجعوا الشعب المصري تاني ويلبسوه عبايه الخوف، والحقيقه ان ده اكبر خطا وقع فيه قاده الانقلاب العسكري، والسبب في كده ان تقريبا مفيش اي حي النهارده في مصر الا لما تلاقي فيه يا شهيد يا اما مصاب. والحاجه الاغرب من كده انك لازم تفهم كويس ان كل شهيد بيموت بيجي مكانه دايره اهله واصدقائه ومعارفه وجيرانه، سواء في المسجد او في الحي او في الشغل. يعني بتموت واحد بيجي لك مكانه 100. علشان كده لازم تعرف ان الناس دي عمرها ما هتسيب طارها مع قاده الانقلاب العسكري. شيء من الخجل أم أنكم ما عدتم تخجلون في وجه من ترفعون السلاح، في وجه من ترفعون. اللي احنا عايزين نطرحه على حضراتكم النهارده من تغيير احنا محتاجينه على الارض لاسقاط الانقلاب العسكري، اول حاجه فكره الاعتصامات بقت فكره مرفوضه تماما، لان هي بتقيد حركتنا وبتخلينا غنيمه او فرصه سهله للامن انه يقدر يتعامل معاها. علشان كده نتمنى ان فكره الاعتصام يتم استبدالها بمظاهرات ومسيرات تتحرك في كل شارع وفي كل حي. حتى المسيرات والمظاهرات لما تتحرك في كل شارع وفي كل حي ما ينفعش ابدا انها توصل لميادين كبيره مفتوحه ويكون هو دوت المصب بتاعها، وده اللي حصل في رمسيس وكان هيحصل في روكسي او كان هيحصل في اي ميدان مفتوح. القناصه بتعتلي اعلى المباني وبنكون فرصه وغنيمه سهله للبلطجيه والامن انه يقدر يتعامل معاها. علشان كده احنا محتاجين مسيرات ومظاهرات تتحرك في كل شارع وفي كل حي بلا توقف، ولما تتوقف في اماكن يتم تامينها بشكل كويس. والحاجه الثالثه ان قياده التحالف احنا محتاجين النهارده ان هي تتغير، او محتاجين ان اسمها يتعدل وينضم اليها قيادات ثوريه كبيره زي اللي موجوده النهارده من عبد الرحمن يوسف والدكتور سيف عبد الفتاح، ويتغير اسمها الى اسقاط الانقلاب العسكري. الموضوع النهارده بقى اكبر بكتير من الدكتور محمد مرسي، الموضوع النهارده بقى وطن بيتسرق. تصبحوا على خير.